تعالوا نعمل حاجة حلوة وسريعة وترطب على قلبنا جدا جدا جدا، وما ينفعش تتاكل غير وهي سقعانة جدا، علشان بجد بتبقى خطيرة وبترطب على القلب مع كوباية ايس كوفي كده في حتة 19 خالص خالص خالص. تعالوا نجيب بسكوت. الناس اللي بتسألني دعاء انت بتعملي كيكة البسكويت بأني بسكوت، ممكن تجيبي بسكوت من عند الحلواني اللي هو البسكوت السايب عادي خالص. ممكن تجيبي البسكوت السادة اللي بيتباع في السوبر ماركت برضو عادي خالص. انا هنا جايبه بسكوت من السوبر ماركت. البسكوت ده حلو جدا وطعمه حلو جدا جدا جدا، وبتفرق على فكره في طعم البسكوته لما تكوني بتعملي بيها كيكه حلوه. جبت 4 اكياس من البسكوت ده، الباكو ب10 جنيه. جبت 4 اكياس، هحطهم كده في الكبه بتاعتي وهضربهم ضرب ناعم. انا هنا شلت 3 بسكوتات ده عشان كان يحيى ماسك في رجليا وعايز ماما بسكوته ماما بسكوته، فاديته بقى كام واحده كده عشان يطلع ويحل عن نفوخي. هضرب كده البسكوت في قلب الكبة لحد ما ينعم تماما، واتأكد ان هو ناعم خالص وبقى شبه الرملة كده بالظبط. وبعد كده ما تنسوش بقى، استنوا مش تقولوا لي وتفكروني ان احنا ما قلناش المقدمة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد اجمعين. صباح الفل وصباح الهنا وصباح الورد وصباح الياسمين. بحب طبعا المقدمه بتاعتي جدا جدا، وبتفائل بيها في الفيديوهات جدا جدا جدا. تعالوا بقى هنا بصوا البسكوت ناعم وبقى حلو جدا. بعد كده هفضيه بوله واحط عليه نص كوبايه من السمنه او الزبده السايحه. سيحي السمنه بتاعتك خالص، خليها اللي هي سايله كده، وبعد كده انزلي عليها بالبسكوت وقلبيهم كويس جدا جدا في قلب بعض. وبعد كده انزلي في قلب الصينيه بتاعتك. دي صينيه بتاعت التشيز كيك اللي هي بتتفتح من الجناب، انت ممكن تحطي في اي صينيه عادي. وهبتدي ابططها كده واضغط على البسكوت جامد جدا علشان يتماسك في بعضه. هدخلها التلاجة لحد ما اعمل الطبقة التانية من الكيكة بتاعتي، وهي عبارة عن كيلو من الحليب، وهحط عليه باكيتين من الكريم كراميل. الناس اللي بتحب الكريم كراميل تعالي لي بقى هنا في الوصفة بتاعتي دي، حقيقي حقيقي هتعشقيه وهتحبيه جدا 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 الوصفة دي بسبب كريم الكراميل ده. كيلو لبن عليه باكيتين من الكريم الكراميل، وهدوبهم كويس جدا جدا في قلب بعض كده، واتاكد ان الحبيبات بتاعه البودره بتاعه الكريم كراميل دابت معايا خالص. لو سبتي بقى لحد هنا يا ست الكل، ما تنسيش تعملي شير للفيديو، تحطي لايك وشير وكومنت حلو للفيديو او لصاحبه الفيديو عادي مش هتفرق، بس لازم تحطي لي كومنت تشجعيني وتعملي شير للفيديو بالله عليكي. هنا بقى كانت الكريم كراميل بتاعي كان ابتدى يستوي، واول ما يبقلل كده اعرفي ان هو كده خلاص بقى مظبوط. هجيب الكبه بتاعتي تاني وهدلق فيها السائل الماده السائله دي بتاع الكريم الكراميل واللبن، هحطه كده في قلب الكبه. وبعد كده احط عليها باكت من البسكوت اللي احنا حطيناه في الاول. انا هحط عليه باكت. طيب لو انت هتجيبي السايب حطي 200 جرام من البسكوت. وبعد كده هضربهم كويس جدا في قلب بعض، وتفرجي لي بقى وكلميني عن الجمال والقوام والطعم، بجد خطير وحلو جدا جدا جدا. بصولي بقى على قوامه حلو جدا. البسكوت هيتقل القوام بتاعه وبالذات بقى لما يبرد هيبقى في حتة تانية خالص. هو كده لسه سخن معايا. هروح بقى اجيب الصينيه بتاعتي اللي انا حاطه فيها البسكوت علشان نحط الطبقه التانية او نعمل الطبقه التانية. وهو سخن يا دعاء سيبيه يبرد لمده دقيقتين بس، يكون السخونيه بتاعته هديت شويه، وبعد كده عادي فضيه على البسكوت، مش هيحصل اي حاجه ولا هيجرى اي حاجه. هو اصلا قوامه حلو جدا وتقيل، فمش هيدخل في قلب البسكوت ولا حاجه. نضفنا الرخامه بتاعتنا، جبنا البسكوت وصينيه البسكوت بتاعتنا. تعالوا بقى نصب الكريم الكراميل بتاعنا. حلو جدا، طعمه حلو جدا، سهل جدا جدا ان انت تعمليه. بيرطب على القلب يا خراشي يا جماعه، مش قادره اقول لكم بجد بيرطب في الحر ده ازاي مع كوبايه الايس كوفي بتاعتك كده، ونسيلي الدنيا ونسيلي نفسك. خطير خطير، لازم اعملها في الاسبوع مش اقل من مره كل اسبوع من جمالها ومن حلاوتها.
رشه كده من الكاكاو على الوش للتزيين. مش بتحبيش الكاكاو حطي قرفه، ما بتحبيش القرفه حطي الباكت اللي هو بيبقى مع الكريم الكراميل دوت. ممكن تزيني بفاكهه، ممكن تزيني مثلا بمانجا، تقطعي مانجا مكعبات وتزيني بيها. التزيين ده بقى بتاعك انتي، اللي تحبيه يا ست الكل حطيه. انا هنا حطيت قرفه وحطيت العسل اللي بيبقى مع الكريم الكراميل. بصوا لي بقى على جماله وحلاوته بعد ما سبتها في التلاجة تبرد خالص لمدة ساعتين. حلوة خطيرة، اقسم بالله انا باكل الصينية دي لوحدي. ولو مثلا نزلت رحت مشوار وجيت ولقيت العيال واكلينها بيركبني 100 عفريت. فجربيها وهتدعيني. سوري بقى كده تشيز كيك ايه وبتاع ايه اللي انتوا بتحبوه، وسايبين لك الجمال والبساطة والحلاوة دي. حاجة كده بتتعمل في اقل من 10 دقايق وبتكوني واكلاها. وانا ممكن اعملها من بالليل مثلا واكلها الصبح، او ممكن اعملها عادي وتقعد في التلاجة ساعة واحدة بالظبط وتاكليها وبتبقى زي الفل. لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لايك وشير وكومنت حلو، بحب كومنتاتكم جدا جدا جدا. كان معاكم دعاء زكي، اشوفكم بقى في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله.